المباراة الأول. منصور الأحمد نجم مباراة اليوم وكابتن فريق الهلال، نقول مبروك الفوز. الله يبارك فيك. كابتن منصور، كيف وجدت لقاءكم مع فريق الاتحاد وما هو رأيك في اللقاء؟ والله فريق الاتحاد فريق جيد ويريد المنافسة للمراكز الأولى، والهلال يلعب اليوم مباراة وهو نقص فيه كثير من اللاعبين، أيضا بالإصابة إلى بعض اللاعبين. لعبنا المباراة ويمكن 3 أو 4 مصابين، فكانت المباراة قوية من نادي الاتحاد. طيب كيف أو ما هي عوامل فوزكم بالمباراة؟ والله ما في شك، أول شيء تعاون في الملعب، الروح العالية التي امتاز فيها لاعبين الهلال، والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. في الربع الساعة الأخيرة لاحظنا أنه كان هناك هجوم ضاغط من قبل فريق الاتحاد، كيف واجهتم هذا الهجوم بصفتك كابتن الفريق ولاعب في خط الدفاع؟ لا شك أن فريق الاتحاد مثل ما قلت قبل شوي أنه يسعى المراكز الأولى. النتيجة الشوط الأول 1-0، فالشوط الثاني طبعا أنه لازم بيهاجم. فنلاحظ أن المدرب نزل يمكن صاروا 5 مهاجمين للاتحاد، فهذا أكيد يعني بالنسبة لفريق الاتحاد لازم يسوي هكذا، وتحملنا عبء المباراة. طيب كيف استطعتوا عملية تقليم أظافر خط أو هجوم فريق الاتحاد؟ والله نلاحظ أن لعبنا المستر جويل أعطانا خطة مناسبة لفريق الاتحاد. فريق الاتحاد ما هو غريب علينا، يعني زد لعبنا مع مباريات أولى في جدة وشفنا مباريات عبر التلفزيون، فمستر جويل أعطانا خطة مناسبة للفريق. مشاهدينا الكرام، أعزائنا الرياضيين، يوم الخميس القادم لنا لقاء بإذن الله. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة المشاهدين، إلى أنه قد دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الرياض. الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعد